والله بحياتي ما حرمت من شغله، كنت اني ما البس بوط، والله واجيب لها بدال البوط بوطين، بدال القميص قميصين، بدال القطع قطعتين. احرم نفسي من كل شيء واجيب لها والله. بس يعني رب العالمين ما اعرف ايش صار بينا هيك. تشتتنا الناس عين، والله ماني عرفان شي تسوي. بس اخر خطأ كله مناني، الا اني ما خنتها. والله يا ريتكم تروحون تقنعونها. والله اتمنى منكم الكل يروح يتابعها ويقنعها، بس اقنعوها. ما انزل ويد على اهلي زين اظل اشحد. والله اذا اشحد هنا والم زباله واكل من الزباله والله ما ادزهم على سوريا. الولاد عندي هم كلهم عندهم مربي والله. أما ميرنا مو مثل النسوان العادية، أما ميرنا قوية وخلاص. أما متوفية، يا ريت أما عايشة كان قنعتها. أما أخذت قناعة أنها تقدر تكمل وتعيش لحالها. هذا الشي اللي خربها. خلاص أنا راح أكمل، والله يسر أمري. وإن شاء الله رب العالمين إذا هاي الجيزة أو الخطبة بيها خير، إن شاء الله ييسرها بكل خير. وإذا هاي الخطبة بيها شر لي والولدي، إن شاء الله ما تتيسر. وإن شاء الله ما يمشي الحال. والله العظيم قبل ما تطلع أمير قعدت ودعيت له من كل قلبي، قلت له يا أمير إذا رحت لألمانيا خير إن شاء الله تطلعين اليوم قبل باكر والله ييسرك إياه. وإذا مين خير لنا إن شاء الله تظلين عاصي بتركيا وطول عمرك ما تطلعين. والله العظيم والله العظيم طلعت حاولت مرتين على اليونان تهريب وانمسكت وانضربوا، وشالوا هدومهم وكبوا هدوم الولاد ورجعوهم على اسطنبول. وحاولت ثاني مرة كذلك الأمر، وثالث مرة حج على الشحنات وصار لها 25 يوم يحاولون بالشحنات وما عيمشي الحال. إن شاء الله تسد الطرقات كلها. إن شاء الله العظيم يمسكون الجندرمة ويدزون لي هنا. والله لو أعرفهم بأي منطقة وأعرف حدا هناك والله لخليهم يدزون لي هنا. بس والله ما تقتنع أمامير، خلاص أماميرنا عنيدة، حطت ببالها تطلع وبس. ركبوا محامرات، كاميرات حرارية، سونار، هنية، سخام. طلع على أوروبا مي هين ألحس مرام باسطنبول، دشرت أمامير وراحت باسطنبول. قالت أني مليت ما عاد أقدر أكمل، تعبت. والله أنا دحك، ضعفان، مرضي، تعبي، ولا دحق على صحتي تعيشون الولاد، ولا دحق على الولاد، ولا دحق على ما الولاد شو حيصير.